السنة من بغداد، بس عندي سؤال واحد. دقيقة، نقدم السؤال ثم تسأل ما تريد. تمام. أعطيني رواية على نسب عمر بن الخطاب، رواية ولو ضعيفة. ما أقول لك على رواية، بس أقول لك إيش قد عدد المتشيعين يمك. عدد المتشيعين يمي 671. تسويهم 672. لا، ما راح أعتقد أسويهم، لأن ربما أنت ما مستحق أن تكون بهذا العدد. ليش؟ ليش؟ لأن ما أدري شنو اللي يخليك تريد تشيع. أنا بالنسبة لي كرهت عمر بن الخطاب، وهو قاعد أسمع روايات من الشيعة خلتني حتى عائشة من أسمع اسمها يعني شلون واحد نغزة بقلبي، ما أعرف ليش. قول 3 مرات والله 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 أنا من أهل السنة والجماعة. والله 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 أنا من أهل السنة والجماعة. ما شاء الله. يلا تبرى من أبي بكر وعمر الآن. أردد وراك. لا، أنت يقول من تريد تتبرى من واحد، قول اللهم إني بريء من فلان، اللهم إني بريء من فلان. اللهم إني برئ من عمر بن الخطاب، اللهم إني برئ من أبا بكر، اللهم إني برئ من عائشة وحفصة، وبعد منه أحسنت أحسنت. ومعاوية. ومعاوية. ويزيد بن معاوية. ويزيد بن معاوية. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عليا ولي الله، وأشهد أن عليا ولي الله، وأشهد أن فاطمة حجة الله، وأشهد أن فاطمة حجة الله، وأشهد أن الحسن والحسين إماما، وأشهد أن الحسن والحسين إماما، وأشهد أن التسعة المعصومين حجج الله. وأشهد أن التسعة المعصومين حجج الله. وصل يا رب على محمد وآل محمد. صل يا رب على محمد وآل محمد. زين، شنو اللي خلاك أول بداية داخل البثي؟ دائما أدخل البث، كنت أنا أدخل البث وليد إسماعيل، وكان يحكي على الإمام علي كذا وكذا، وعندهم حتى إن أبو محمد عندهم روايات على أنه كان القصوى الجواري ما أعرف شنو. مال طبعا. الجاريتان. نعم. إي نعم. طبعا أباوع يعني شلون أنا أتبع نبي من القصوى الجواري واللي هو بعثه الله تعالى لهداية المؤمنين. تبارك الله بك. ايش قد ركزت صار لك على من نفسي. تتابع بثي؟ والله هواي، تقريبا 3 أشهر 4 أشهر. ما شاء الله، بارك الله بك. أسأل الله عز وجل أن يوفقك، راسلني خاص إذا محتاج شيء. تمام، ممنون منك شيخ. حبيبي بارك الله بك، هنيئا هنيئا. وعذرنا شوي على قسوة الكلام، يعني لا مود احنا عادي، ما اي واحد نشيع الا نعرف قد متابعنا كذا. عادي أعرف الشغلة.